سوف أجعلكم تنشئون فيديوهات مثل هذه، التي جعلت قناة مثل هذه تحصد 326 ألف مشاهدة من 24 فيديو فقط. وعلى حسب موقع سوشيال بليد، هذه القناة تحصد أكثر من $1000 شهرياً. والأفضل من ذلك أنك يمكنك إنشاء مثل هذه الفيديوهات بكل سهولة بكتابة جملة واحدة فقط. ولكي نصنع فيديو مثل هذا، نكتب في خانة البحث على جوجل ووكسو AI، ثم ننقر عليه النتيجة الأولى. ننتقل لموقع ووكسو، ويمكنك مشاهدة بعض الفيديوهات التي قامت بعمل هذا الموقع على سبيل الفكرة باستخدام هذا الموقع. Facts you don't know about Lincoln. He worked as a lumberjack, letter carrier, and lawyer before entering politics. Abraham Lincoln was the first president on a coin. But that's not all. He was also the first president on a $5 bill. Which of these data did you not know? وللتسجيل نضغط Sign up، وبإمكانك تسجيل الدخول بسهولة على جوجل. بعد تسجيل الدخول ستفتح لك هذه الواجهة، ومن هنا يمكنك اختيار التطبيق الذي تريد تحميل الفيديو من خلاله، مثل يوتيوب وتيك توك وكل هذه التطبيقات. وهنا سنختار يوتيوب شورتس. ثم ننتقل لهذه الواجهة، وهنا يوجد بعض الأمثلة يمكنك من خلالها عمل فيديو، ولكن سوف نكتب الإسكريبت الخاص بنا. وهنا سنكتب: نريد إنشاء فيديو قصير عن حرب أكتوبر سنة 1973 ونجاح المصريين في الانتصار في تلك المعركة. وسنطلب منه صور عن المعارك والحرب، وسنطلب منه استخدام صوت ملحمي حماسي، وهكذا. ثم ننقر Generate وننتظر بضعة ثواني حتى يقوم بإنشاء المقطع. ويمكنك استغلال تلك الثواني بعمل إعجاب والاشتراك في القناة حتى يوصل لك كل ما هو جديد. وهنا أصبح الفيديو جاهز. هنا نقوم بالنقر عليه حتى نرى النتيجة. Ever wondered how Egypt turned the tide in the 1973 war? The October War was a surprise attack on Israeli forces. Egypt's strategic planning was key to their initial success. Crossing the Suez Canal was a bold and crucial move. The war showcased Egypt's military strength and unity. The aftermath led to significant political changes in the region. Egypt's victory in 1973 reshaped Middle Eastern politics. وهكذا أصبحت النتيجة. ومن هنا كل ما عليك هو النقر هنا للتحميل، وبذلك أصبح لديك فيديو للتحميل على قناتك. وهكذا نكون انتهينا. أتمنى لكم الاستفادة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله، وسلام.